السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبابة ألتاي التركية أول دبابة صناعة محلية في تركيا. المشروع ده بدأ من سنة 1943 بس. أول نماذج منها للتصميم كان 4 في سنة 2007 في مصنع أوتوكار، لكن المصنع اتأخر لحد 2011 طلع 4 دبابات كتصميم أولي. بعد ذاك المكونات بتاعت الدبابة 3 مدافع رئيسية، مدفع عيار 7.62، المدفع الثاني 12.7، والمدفع الأخير وهو مدفع الغطار الرئيسي مدفع 120 ملي، عيار 120 مليمتر. دبابة ممتازة وممكن الجيش السوداني يقوم بعملية تجديد الدبابات بتاعته القديمة اللي بتتألف من الدبابات السوفيتية تي 72 والتي 55. دي بقت دبابات قديمة ما عندها حاجات في المعركة الحديثة. بعدين الدبابة التركية الطاي عندها نظام إدارة المعركة، يعني فيها إلكترونات بتوريك العدو باتجاه والصديق باتجاه، وكل المعلومات دي بقت يعني في المعركة الحديثة لازم يكون عندك في دباباتك الجديدة. فنتمنى من جيشنا السوداني يطور سلاح الدبابات بتاعه، ودي دبابة ممتازة بتفيده في المستقبل إن شاء الله.